في الفيديو ده هنتعرف سوا على أقوى سلطانات الدولة العثمانية التي كان لهن شأنا ونفوذا وتدخل في شؤون الدولة بشكل كبير. بس الأول كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان توصله كل الفيديوهات. في المرتبة الأولى السلطانة ناخشاديل، والدة السلطان محمود الثاني وزوجة السلطان عبد الحميد الأول، من أسرة نبيلة ذات أصول فرنسية. استطاعت أن تنقذ ابنها الأمير محمود من القتل، الذي أصبح فيما بعد سلطانًا للدولة. يرجع إليها الفضل في إرسالها لسفير دائم إلى فرنسا، كما أنها قامت بمساعدة ابنها السلطان محمود الثاني في القضاء على الإنكشارية، الذين كانوا يهددون الدولة وسلاطينها، وكانوا سببًا من أسباب إفساد الدولة وانهيارها. في المرتبة الثانية السلطانة رابعة غلنوش، زوجة السلطان محمد الرابع ووالدة السلطان مصطفى الثاني وأحمد الثاني. من أسرار قوتها أنها كانت سلطانة في عهد اثنين من السلاطين. أصولها يونانية من جزيرة كريت. واجهت رابعة غلنوش الكثير من الاتهامات، منها أنها كانت تتخلص من منافسيها من الحريم، وينسب إليها أيضا أنها هي من أقنعت ولديها بحرب روسيا. في المرتبة الثالثة السلطانة هرم، زوجة السلطان سليمان القانوني ووالدة السلطان سليم الثاني. كانت قوتها وسبب شهرتها أنها أول جارية تتزوج من سلطان عثماني. تعتبر هي من أسست عصر سلطنة الحريم، لكن من الجدير بالذكر أن نفوذها كان أقل من نفوذ أي سلطانة أخرى، لأن نفوذها كان في عصر سلطان قوي. في المرتبة الرابعة السلطانة فاطمة، ابنة السلطان أحمد الأول. يعتبرها المؤرخون ثاني أقوى سلطانة من بنات السلاطين. اكتسبت قوتها من قوة والدتها السلطانة قسم، ومن أزواجها الذي قيل إن عددهم تجاوز 7 أزواج، حيث أنها كانت تتزوج من أقوى الرجال في الدولة. كان لها نفوذا وثروة كبيرة جدا، فكما يقال أن المال هو سيد كل شيء. في المرتبة الخامسة السلطانة قسم مهبيكر، هي أقوى سلطانة من حيث النفوذ والتدخل في شؤون الدولة، حيث أنها وصلت لدرجة من القوة تجعلها سلطانة على الحقيقة. استطاعت في فترة سلطنة أبنائها بإخضاع جميع مؤسسات الدولة تحت سيطرتها. في المرتبة السادسة السلطانة مهرمة، ابنة السلطان سليمان القانوني والسلطانة هرم. هي أقوى أميرة في السلالة العثمانية. كان لها نفوذا كبير في الدولة في عصر أبيها السلطان سليمان القانوني وأخيها السلطان سليم الثاني، وأيضا زوجها رستم باشا الصدر الأعظم آنذاك. ومن أسباب هذه القوة الثروة الكبيرة، فقد كانت تملك أموالا عديدة. قامت بتلك الأموال بحل الكثير من المشاكل السياسية في الدولة، مثل تجهيزها لحملة كريت. قامت أيضا بصرف الكثير من الأموال من أجل ترميم سبيل زبيدة العباسية زوجة هارون الرشيد عندما قلت المياه في طريق الحج، كما أنها أصبحت السلطانة الأم في عصر سلطنة أخيها السلطان سليم الثاني. في المرتبة السابعة السلطانة عالمة حليمة سلطان، أم السلطان مصطفى الأول مصطفى المجنون. تعتبر أكثر امرأة حكمت الدولة فعليا في ظل غياب ابنها السلطان مصطفى. كانت كل الأوامر تصدر منها، ولكن ذلك لم يدم كثيرا، لأن ابنها لم يستمر مدة طويلة في العرش وتم عزله ثم قتله. في المرتبة الثامنة والتاسعة السلطانة نوربانو والسلطانة صفية، فهم في نفس مستوى القوة من حيث
امتداد نفوذهم في حكم الدولة من خلف الستار، فكانت كلا منهما سلطانة في عهد ابنها. في المرتبة العاشرة السلطانة خديجة ترخان، زوجة السلطان إبراهيم الأول ووالدة السلطان محمد الرابع، تعتبر أيضا من أقوى سلطانات الدولة. كان لها يد في قتل السلطانة قسم مهبيكر، وتولت منصب نائبة السلطنة عندما كان ابنها طفل. تعتبر من أصغر السلطانات الوالدات سنا، فقد أخذت لقب السلطانة الأم وهي في سن 24 من عمرها، وقد كان لها دورا كبيرا في الحفاظ على السلالة العثمانية. كانت خير مرشدة وخير ناصحة لابنها السلطان محمد الرابع خلال فترة حكمه. هي من أنهت عصر سلطنة الحريم الذي بدأته السلطانة خرم. فعصر سلطنة الحريم بدأ على يد جارية روسية وانتهى على يد جارية روسية أخرى. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.